بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهارده. هو ان احنا النهارده بقى ايه عملنا شوية فتة عسل بقى عسل. يلا بينا نشوف الجمال والحلاوة دي. كل ألف سنة وانتوا طيبين. النهاردة عيد الأضحى. كل ألف سنة وانتوا طيبين وينعاد عليكم الأيام بخير، وعقبال كده ما نكون كلنا على جبل عرفات. كل ألف سنة وانتوا طيبين، واللي بيتمنى انه يزور الرسول ويكون في الحج زي كده ان انا بتمنى يكون هناك بإذن الله. يلا نشوف الطريقة، يلا نشوف طريقة الفتة الجميلة دي. خليكم معايا. أول حاجة جبنا بقى ايه كمية من العيش على قد الايه الأفراد اللي هتاكل، وهنقطعها بالمقص كده شرايح الأول، وبعدين نعملها مكعبات مثلثات زي ما انت عايزة. هنقطع كمية العيش كلها بالمقص كده عشان تبقى سهلة معاكي، وتبقى التقطيعة كلها زي بعضها. قشرنا بقى كام فص توم كده، وهناخدهم كده علشان ايه ندقهم بالملح، علشان نعمل بيهم الدقة الجميلة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. العيد يعني فتة ولحمة، يعني رقاق باللحمة، يعني لحمة يعني لحمة. خلاص بقى كده ايه جبنا العيش قطعناه كله، وجبنا معلقة سمنة بلدي حلوة كده ومعلقتين زيت عليهم، وحطيناهم على العيش بتاعنا، وهننزل بهم كده على البوتاجاز على نار وسط، وهنقلب في بعضهم كده لحد ما ايه ما يحمروا معانا وينشفوا وياخدوا معانا اللون الجميل ده. إيه كأنك ايه رايحة تعملوهم مكرمشات، هتعملوهم فتة زي ما انا هعمل كده. خلاص نشفنا العيش وحمصناه، جبنا كمان معلقة سمنة في كزرونة كده او في طاسة، وجبنا التوم بتاعنا اللي دقناه بالملح فرمناه، وهنحمر التومة نصفرها كده، بس ما تحرقهاش، خليها في الوسط زي ما تكوني هتعملي بيها ايه مكرونة. خلاص اهيت التومة خدت اللون الجميل ده. هننزل بقى ايه بربع كوباية من الخل عليها، هي بتبقى زي طشة الكشري. جبنا بقى الشوربة بتاعتنا اللي هي المرقة من اللحمة بتاعتنا، ايات كنا عاملين كمية من اللحمة، بس انا طبعا ما طلعتش كمية اللحمة كلها على الفتة. انا طلعت على قد اللي هياكل، والباقي سبته ايه لما اعمل لهم تاني. كنت طبخة كمية من الرز كويسة، هنحطها بقى ايه على وش الفتة كده. عملنا العيش على طبقين، صينيتين، علشان الولاد وكده، وفيهم ما بيحبش الفتة كان رز، وكنت عاملة بسلة ولحمة. كل واحد بقى ايه حسب ما بياكل، في اللي بياكل فتة وفي اللي بياكل رز بس كده ببسلة وكده. مش بنغصب على حد، اللي عايز حاجة بياكلها. خلاص حطينا كمية من الرز على العيش بتاعنا، وهننزل على الصينية التانية بنفس ايه كمية الرز. جربي الفتة معايا بطريقتي هتعجبك جدا، معلهاش طماطم ولا حاجة، هي الشوربة اصلا حمرة، انا عاملاها بالطماطم، فطعمها كان تحفة ورهيب، وكانت جميلة جدا. اولادي اللي ما كانوش بياكلوا فتة دقوها وعجبتهم جدا. جبنا الصينية التانية اهيت وحطينا عليها كمية كمان من الرز، وهنجيب الشوربة بتاعتنا بقى علشان ننزل على الفتة والرز بالشوربة او المرقة بتاعتنا الجميلة دي. كده بقى ايه هتحط كمية علشان العيش بتاعنا إيه يبقى طبعا تعرفي تاكليه بيبقى طعمه جميل كده، وانت حاطه عليه وهو مقرمش كده. بصراحة كان طعمها رهيب، كان طعمها تحفة. العيد يعني فتة فتة ولحمة. كل سنة وانتوا طيبين، ويتعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وما ينقص مننا حد، وكل اللي بيتمنى حاجة يحققها بإذن الله. وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية بحالها. عملنا كده الصينيتين جهزناهم، بس طبعا بتعملها ساعة الأكل، خلاص بيبقى خلاص هتحط الأكل كده بقى. كنا حطينا شوربة على التوم بالخل، وهناخد بقى ايه هوت من كل منها كده على كل صينية كده ايه كبشتين من التوم بتاعنا اللي هو الدقة على الصواني. الدقة دي بقى بتخليها في حتة تانية، كان طعمها تحفة.
ولو حابة تعملي الدقة دي بس وتحطها على الرز بتبقى طعمها رهيب، جميلة جدا، جربيها معايا. ولو عجبتك قوليلي ايه رأيك. اشوفكم فيديو جديد وقولولي بتشاهدوني من اي بلد. باي باي.